عمرك سألت نفسك الإنجليزي اللي إحنا بندرسه دلوقتي ده من 1000 سنة كان شكله عامل إزاي؟ تخيل نفسك حاولت تفتح كتاب من 10 12 قرن وحاولت إنك تقرأ أول سطر فيه، غالبا هتحس إنك بتقرأ لغة تانية تماما، مش مجرد إنجليزي قديم شوية ولا معقد شوية، لا هتحس إنها لغة مختلفة خالص غير اللي موجودة دلوقتي. ده لأن طبعا اللغة الحالية مرت بمراحل كتير جدا على ما توصل لشكلها الحالي. السلام عليكم، اهلا بكم في اولى حلقات سلسله تطور الانجليزي عبر التاريخ. وفي السلسله دي هنفهم اللغه مش كقواعد بس، لا كتاريخ حي بيتطور معانا. ونبدا باول مراحل اللغه الا وهو الاولد انجلش. انا ابراهيم الشرقاوي ودي سلسله جديده من نوعها. تابع معايا للرد على اول سؤال بيخطر في بال اي انسان: ازاي اللغه كانت من 1000 سنة؟ هل هتكون نفس اللغة الحالية ولكن مع اختلافات بسيطة؟ أحب أقول لك إن الموضوع تطور لدرجة تحسسك إن أنت بتتعامل مع لغة تانية تماما، لأن الإنجليزي الحالي على ما وصل لنا بشكله الحالي مر بمراحل تطورية كتير جدا جدا جدا. وبدون تضييع وقت نبدأ الحلقة. لنا في رسول الله أحسن أسوة وخير طريق في الورى نجو أحمدي. أول مرحلة في التاريخ للأولد إنجلش كانت تقريبا ممتدة لحد القرن ال11 أو ال12، والعلماء بيضيفوا اللغة الإنجليزية في الفترة دي إن هي تبع الأولد جيرمانيك لانجويج أوف ذا ويست، تقريبا تبع اللغات الألمانية الغربية، ما كانش بشكله الحالي إطلاقا. دي الفترة اللي تقدر تسميها جد الإنجليزي، ده أبو الإنجليزي الحالي. وده لان الانجليزي رغم ان تحس انه متبهدل الفتره دي وكل من هب ودب بيتكلم فيه، ولكن هو من عيله وابن ناس زي ما قلنا تبع الاولد جيرمانيك، فالعلماء بيصنفوه ان هو ابن ناس مش مستقل، ولكن مع الزمن مر بمراحل تغيريه كتير هي اللي وصلته لشكله الحالي. والاولد انجلش كانت لغه معظم قبائل الانجلو ساكسون ومعظم القبائل الجرمانيه اللي هاجرت لبريطانيا، وكانت اللغه بقى مرتبطه بيهم قوي في زراعتهم، في حياتهم اليوميه، في الترحال بتاعهم، في الحروب حتى. وهنا يجي لنا سؤال مهم جدا: هل عمرك تخيلت ان الانجليزي اللي معقد حياتك دلوقتي، لو انت من الناس اللي متعقده بسبب منذ الصغر او ايا كان، هل تتخيل ان الانجليزي القديم اولد انجلش اعقد مليار مره؟ ان كان في اعلى مثلا اعتقد تري، لو كان في رقم اسمه تري او جراهام على ما اعتقد، تخيل ان هو اعقد مليار مره من الانجليزي الحالي. لا يا مستر ده اي كلام، وانت بس بتقول كده عشان تطمنا وهتسرسبنا بعد كده تقول لنا كورسات واللغه سهله وفي ايدينا. لا انا هبسطها لك خالص. النحو بتاعنا في العربي، لو انت راجل عربي جميل او انت مصنف من ضمن اللغات اللي مصعبه لك الدنيا خالص، فالعربي منهم طبعا. كان الانجليزي الاولد او الانجليزي القديم كان شبه العربي الحالي. هديك مثال اوضح لك الدنيا شويه. عندك مثلا معظم الكلمات دلوقتي في غير العاقل المفرد بياخد ات، بينما ترجع بالزمن لورا لا، كان عندك في حاجه اسمها ذكر، حاجه اسمها انثى، حاجه اسمها محايد، ولا هي ذكر ولا هي انثى، وكان كل الحاجه لها ضميرها الخاص. وكان عندك مثلا الصفات بتتغير على حسب اعرابها وعلى حسب هي جايه مع ذكر ولا جايه مع انثى ولا جايه مع محايد. يعني الدنيا كانت اعرابيا مختلفه تماما عن دلوقتي، ان هو كلمه بتتحفظ خلصت، لا كان كل حاجه لها حاجه. عندك مثلا كلمه زي كلمه بوي، برضو دي عندك ولد، تمام، ما بتتغيرش سواء فاعل مفعول جر مجرور، ما بتفرقش جت في اول الجمله جت في اخر الجمله جت بعد حرف جر، ما بتفرقش دلوقتي. ولكن زمان لا، كان لو جت فاعل لها حاله، لو جت مفعول لها حاله، لو جت جر ومجرور لها حاله. حتى الصفات كانت على حسب موقعها كانت بتتغير. وعندك برضو خد المثال ده، الافعال. كلنا عارفين ان الافعال في منها قوي وفي منها ضعيف. قوي يعني شاذ، يعني بيتغير شكله على حسب نوع الفعل، وضعيف يعني منتظم، يعني محترم ابن ناس بياخد اي دي والدنيا بتمشي، زي هيلب. هيلب حط اي دي بقت هيلبت، التصريف الثالث بقت هيلبت والدنيا زي الفل. ده فعل ضعيف اهو الدنيا زي الفل. لا ارجع بقى يا باشا 1000 سنه ورا، ارجع ورا شويه كده، هتبص تلاقي ان كل الافعال تقريبا او معظمها كان غير منتظم، كان شاذ، كان فعل سترونج قوي. زي بعض الافعال دلوقتي زي سينج مثلا، تبص تلاقيها بقت سانج، تبص تلاقيها بقت سانج، عمال يتغير اهو. كان معظم الافعال كده. حتى هيلب اللي احنا متعودين عليه ان هو اي دي ومعظم لا، الافعال دي زمان ما كانتش كده. ففعل مثلا زي هيلب لسه حاطين له ايد اهو، لا ارجع لي ورا كده 1000 سنه تبص تلاقي المصدر بتاعه كان هيلب بالاي والاي. ارجع يا باشا للماضي لا باليو والاو.
هالبن. ارجع يا باشا للتصريف الثالث هالبن، تبص تلاقي ان هو بعد ما كان فعله منتظم ومؤدب ونحط له ايدي دلوقتي، لا زمان كان قليل الادب زي معظم الافعال اللي كانت قليله الادب. اللي عايز اوضحه لك من كل الامثله دي ان الانجليزي اللي انت مستصعبه دلوقتي اصلا ده زمان، لا ده كان زمان تنين، ده دلوقتي ده بيضه، ده انت ما حصلتش اي حاجه دلوقتي. من اشهر نصوص الاولد انجلش دلوقتي قصيده بيلوف اللي هي تقريبا 3 4000 بيت شعر متناقل شفويا عبر الاجيال. ولو بصيت على جمله من جملها، مثلا جمله زي الجمله دي كده تحديدا الكلمه الاولى، هتلاقي ان الكلمه ديت معناها مثلا دلوقتي استمع، يعني الكلمه دي تساوي ليسن. فاللي عايزك تفهمه حاجه مهمه جدا، ان الاولد انجلش مش مجرد تغير في بعض التفاصيل، لا دي مرحله ثانيه تماما، لدرجه ان بعض الدارسين لما بيدرسوها على انها لغه مختلفه عن اللغه الحاليه، كأن دي لغه ودي لغه، زي ما بتتعامل مثلا مع الالماني والانجليزي كده. ولو زدتك من الشعر بيت واديتك مثال، مثلا زي لما تيجي تقول I am ابراهيم، مثلا انا ابراهيم، ده في الانجليزي الحالي، شوف زمان كانوا بيكتبوها ازاي. فتيجي تبص تلاقي ان هي مختلفه تماما، لا شكلها ولا نفس حروفها ولا اي حاجه تماما. وزي ما قلنا في الاول السبب كان فكره التحرك والترحال والهجرات، وان بريطانيا ما كانتش يعني موحده قوي ان احنا نقدر نقول ان هو ده اللغه بتاعتهم، لا الدنيا كانت في تغير مستمر، كان في تعدد لهجات، كان في هجرات من كل ناحيه، فاللغه كانت بتتشكل مع تشكل الدوله ذات نفسها ومع تشكل البيئه بتاعتها. ومع مرور الوقت اللغه بدات تتغير هي كمان، وبدانا بقى نخش في القرن ال11 وال12، وبدا يجي الغزو النورماني وبدات الدنيا تتغير تماما، فبدات اللغه تاخد منحنى او بدات تاخد اتجاه مختلف عن الاتجاه اللي كانت موجوده فيه طول فتره الخمس ست قرون دول. فنقدر نقول زي ما قلنا في الاول ان الاولد انجلش هو جد الكل، او الاولد انجلش هو البدايه اللي انطلقت منها الرحله اللي شكلت لنا اللغه العالميه اللي موجوده حاليا، وعامله مشاكل لمعظم الناس وداخله لهم، وسبب رفضهم في الانترفيو، وسبب رفضهم في حاجات كتير جدا، وسبب عدم توافر او امكانيتهم ان هم يترقوا في الشغل، وعامله ازمه لناس كتير جدا في حياتها. ودي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتك عن الاولد انجلش. ان شاء الله حلقه بعد حلقه هنمشي مع بعض في تطور اللغه لحد ما نوصل للشكل الحالي، واتمنى ده يكون وضح لك فكره اللغه شويه، ويبدا يوسع مداركك ومنظورك عن اللغه يختلف. وبس لو عجبك الحلقه ما تنساش انك تتابع وتشترك معانا وتتابع السلسله، ان شاء الله تعجبك، وتابع في سلاسل تانية على القناه هتفيدك برضه لو تابعتها. انا ابراهيم الشرقاوي، ودي سلسله تطور اللغه عبر التاريخ، والسلام.